إخوانك وأخواتك وأبناؤهم، أعمامك وعماتك وأبناؤهم، أخوالك وخالاتك وأبناؤهم، أبناؤك وبناتك وأبناؤهم، والدك ووالدك والدتك وإن علوا، الجد والجدة. هؤلاء خطوط حمراء في الحياة، معنى قطيعتهم تحدي الله، والله قد أوجب اللعن والقطع على قاطعهم، سماها رحم وهو الرحمن ونصرها. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اتق الله، وأقسم بالله إن ذاك العبد القاطع للرحم فاسق، لأنه مرتكب كبيرة، فاسق ولو حفظ الكتاب والسنة، لأن الله وعد، ومرتكب لكبيرة، لأن الله إذا لعن بإجماع علماء الإسلام، الله إذا لعن عبد فقد خرج من العدالة والإيمان وتمام الإيمان إلى الفسق، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب. توعد الله صاحبها باللعن وبالقطع وبالغضب. ولذلك أحبابي الشيطان يسجن بعض أرحامنا، وترى الناس بعضهم يمدحونه أبو فلان، ونعم الجيرانه أحيانا، ونعم الزملاء في العمل، ونعم لأخوياه في البر وفي الطلعة وللمكشات، ونعم أبو فلان، لكن ويستحق نعم ولا 1% منها. بعض القلوب مستعدة للبغضاء، بعضنا نفسه هنا زعول، ما يرضى، حساس، سيء ظن، تدق عليه يدق عليك مرتين ما ترد، يا أخي في الحمام يتروش الله يكرمكم، تبي يطلع من الحمام عشان يرد عليك. لا، الشيطان يقول لا، ولا يقطع، تدق عليه ويقطع، الله يقطع رزقه وراسه، يقطع في وجهي. يا أخي يصلي الضحى عند أمه ما يبي يرد على أحد، مريض. لماذا نحمل الناس على أسوأ المحامل؟ بعض قلوبنا مريضة، مهي بسليمة، حساس، ولذلك تلقى بعضهم يقولوا له رد رد رد، يتصل عليه 5 إلا واحد، رد هلو، ليه وش فيك مرتاح؟ قال هذا لو يدق 3 دقات ما رديت يبي لنا قبيلة تصلح بيني وبينه، نقبل عليه إقبال. أسأل الله العافية والسلام. يا هالمريض هذا صدق، يا هالمريض. ولذلك إياك أن تكون حساسا، لأن الحساسية الزائدة هي سوء الظن الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. من أراد أن يملكه السعادة في الدنيا سكب على قلب صاحبه الرضا والطمأنينة. ولذلك أهنأ الناس عيشا أسلمهم صدرا، أسعد الناس عيشا أسلمهم صدرا. ولذلك أحبابي لو قيل لنا أن في الجامع المبارك الآن رجل جالس الآن معنا مبشر بالجنة، الله يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، ووالدينا وكل مسلم يا رب العالمين، شخص من أهل الجنة بيننا، نعم، ماذا سنفعل؟ سننطلق إليه أبو فلان، وبحب خشمه ولحيته وعيونه وراسه ويده، وأقول طالبك نفداك، ما العمل الذي أوصلك للجنة؟ قال سأخبرك، لكن خاف ما تطبقه يا ابن عتيق. قلت والله العظيم إني لفعله. يا أخي الجنة، أنت بيننا ومن أهل الجنة؟ قال والله يا شيخ مو بكثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا كثرة صدقة ولا كثرة حج ولا كثرة أي عمرة، والله ما عندي إلا عمل، ما أنوم إلا مبيح هالصحنة والدلم ولا المملكة والعالم كلهم، وادعوا للي ظالمني قبل اللي فازع معي. يا طيبك يا أبو فلان طيبة، والله ما نبدأ بعد ظالمني وادعي له، عاد هذا اللي ما نبي نفاعلها. قال إذن قايل لك من تب قادر، ارجع بس على طاولتك وحدث الله والله يعينك على قلبك. هذا الفعل هو الذي فعله الصحابي، قال الحبيب يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، جنة، اي والله من أهل الجنة. والحديث تعرفونه، حديث عبد الله بن عمرو. ما الذي عنده؟ ما عنده زائد، له بأعلم الصحابة،
ولا أشجع الصحابة ولا أكرم الصحابة ولا أكثرهم جهادا ولا بذلا ولا عبادة، غير أني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. هذه التي بلغتك والتي لا نطيق. ثم بعضنا إذا زعل متى يدور متى يرجع؟ تقول ترى له يبي له مسافة بعيدة عشان يرد. وش فيك يا بحال؟ ارجع الله 3 أيام لك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وبعضهم 3 سنين. 3 سنين يعني 3 سنين ما رفعت لك ركعة إن لم يتغمدك ربك برحمته يا مسكين. وبعضهم تلقاه أخوان 6 أخوان، واحد منهم نفسه في ذا. وبعضنا يصير الكبير ويبغى دائما يحب خشمه وراسه ولا يزعل. تستاهل، بس الكبير معناه كبير في نفسه صاف في قلبه، ما يحمل الغل على أحد، ما يقطع أحد، الشرهة لا تشره. ترى بعضنا وده يسلم عليك، أنت يلي قاطع أخوك وده يجي يسلم عليك، لكن خايف منك، خايف من ردة فعلك. سلام عليكم، اقلب وجهك، لا أشوفك، لا مدري، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضنا لا يقبلك لكن يشرح عليك، الله أكبر، اكبر راسك يا ابو فلان، ذيك الأيام يومك كذا، وتبدأ تلوم. اللوم الدائم يجعل القلب يا أحبابي، يجعل الناس ينفرون منك. دعوة أيها الأحباب أن نبعد عن اللوم. يوسف عليه الصلاة والسلام 37 سنة معذب، مبعد عن أمه وعن أبيه. فلما توقف أمامه إخوانه، وقبل ما يجون إخوانه، ولما جعل الصواع في رحل أخيه وجاء أخوه بنيامين، قالوا له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. أعوذ بالله. حتى لو ودي أسمح لكم أنا سارق، السارق يقصدون أنه في صغره أن يوسف قد سرق، وما سرق رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، حاملا الغث من إخوانه معذبينه. فلما وقفوا أمامه واعترفوا فورا ما قبل منهم حتى الاعتذار. ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلاص، ولا حتى العذر لا تبدونه. والله القلوب الطيبة، والله القلوب الصالحة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه مشركين عادوه وعادوا دينه وأخرجوه من وطنه، وقتلوا أصحابه وأسالوا دماءه وقتلوا عمه وفرقوا وشتتوا الصحابة ما بين هجرة للحبشة ثم الحبشة ثم المدينة. يوم قد استطاع أن يسيل دماءهم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انتهت. كفار، ترى ما صفح المؤمنين، كفار وصفح. أي القلوب هذه؟ لماذا أحبابي بعضنا مستقبل للقطيعة؟ ليه الشيطان يعبث بقلبك ويحمل تصرفات أرحامك وأخوانك وجيرانك على أسوأ المحامل؟ لماذا يا شيخ ما تقول له عذر؟ له عذر. عمر يقول ابحث لأخيك، التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد فاتهم نفسك. بعد 70 ولا بعد لقيت له والله ان قلبك مريض يا البعيد، مو بعندنا، والله ان قلبك مو بسليم. 70 يمكن ويمكن ويمكن ويمكن. وبعدين ما الذي أستفيده أنا إذا خطأت أخوي أو خطأت أختي؟ ما أنتم بتجونا جيناكم مرة ومرتين ورؤوسكم كبار وعطيناكم حفايلكم ومن نزايلكم وعدد ويوم عرسة نورة عطيناها ومحمد عطيناها وأنا بنتي. ايش فيك الله يجزاك؟ قاعد تشتغل لله ولا لهم الله يجزاك خير؟ سلم قلبك يا أخي واحمل لهم، يمكن حالتهم تختلف، وخاصة اللي يحاسب أخيته متزوجة وعند رجال نوع عصمتها في يد رجل يقول إن زرتونا نزوركم. يا أخي العلم هم معها، العلم مع زوجها. وبعضهم يقول أما زوجها شوكة في الحلق. أعوذ بالله. أنت إذا قطعت زوجها قطعت المساكينة. فاحذر يا مؤمن. فأدعو إذن الهجر كبيرة تسبب لعن الله. الهجر لا أقصد القطيعة. ثم المرض الرابع أو الخامس الهجر. يا أخي الله عطاني وعطاك فرصة، إذا غضبنا
لك فرصة تزعل فيها 3 أيام، وهذه النفس البشرية. أغضب عليك اليوم الاثنين أو الثلاثاء، وبكرة وبعده خلاص الرابع يوم لازم نسلم عليك، تهدأ جمرة الغضب. بعضنا جمرة الغضب ما تهدأ إلا بعد 7 سنين 10 سنين، وبعضهم يموت يوم يموت وفي صندوق العمل لا يرى ركعة، بسبب أنه وصل إلى المقبرة وبينه وبين مؤمن شحناء ما ارتفعت أعماله إلى الرحمن، راح. وبعضهم ورث القطيعة. سلموا على عمكم. أبوي يوم حي ما كان يسلم عليه، وأبوي دامه مات ما يسلم، والله ما نسلم على اللي أبوي هاجره وقاطعه. أعوذ بالله. أحدهم يقول يا شيخ ودنا نسلم على خالي أو على عمي، لكن أول بنرجع لإخواني. ترجع لإخوانك في ماذا؟ قال بستشيرهم نسلم على عيال عمي ولا لا. قلت طيب روح استشيرهم، بس قل لهم الشيخ يسلم عليكم يقول وش رايكم نقعد تحت لعنة الله ولا نخرج من لعنة الله؟ قال أعوذ بالله من الشيطان. وش ذا الكلام يا شيخ؟ قلت هذا الترجمة الحقيقية. قل لإخوانك ما تقول بنروح نسلم على عيال عمي، قل نقعد تحت اللعنة ولا نطلع من اللعنة، نتحدى ربي ولا نرضخ لأوامر ربي. قال لا والله أعوذ بالله إلا بنطلع من لعنة الله وغضب الله. قلت إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إن طاعوك فبرك الساعات، وما طاعوك فإياك أن تدخل تحت غضب الله فيريك الله عذاب الدنيا قبل الآخرة.